كنز من كنوز العتبة. تعالوا نشوف حكايته. ظروفنا الاقتصادية بتحتم علينا ندور على بدايل مختلفة، وعشان كده قررت أزور الشارع ده اللي هو مخصص لبيع العطور والأزايز الخاصة بيها والكريمات، والمورد الرئيسي للجمهورية كلها. ولو عايز تفتح مشروعك أو حتى تشتري عطور بسعر أقل من بره بكتير يبقى لازم تزوروه. تعالوا ناخدكوا جولة في شارع الجامع الأحمر أو مملكة العطور اللي له تاريخ برضه هنعرفه. هتلاقي كل أنواع البرفانات وكله مستورد، وأي عروسة أو عريس يقدروا يشتروا الكمية اللي تناسبهم بأسعار متنوعة، بس الأكيد إنها هتبقى أقل من بره بكتير. هنا احنا بنتعامل أصلا أساس جملة، يعني احنا مش كمحل مثلا بره بيدفع إيجار وبيدفع نور وبيبقى الموضوع كبير، بس احنا عندنا هنا بنجيب جملة، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا اللي يجي هنا يعمل إزازة جملة. أنا ممكن أجي أشتري إزازة وأعبيها اللي أنا عايزاه من البرفانات أي نوع، أكيد مش هتبقى يعني هتبقى أرخص من بره. يعني أي حد عايز يجيب لخطيبته يجيب لنفسه، دي حلوة برضه. حتى الأزايز الصغيرة اللي هي بتحط فيها المسك اللي بيجي من السعودية والحاجات دي أهي. شوفوا الأزايز كل الأنواع، محلات مختلفة وكلها بتقدم جودة ممتازة. أنا زرت محلات حامد ودي أقدم محلات هناك، ومحل ناصر ويحيى وعدي وغيرهم كتير. هتلاقي هناك الأزايز اللي تحتاجها للبرفانات من أقل سعر لأعلى سعر، وعلب الكريمات والشمع واللوشن واللاب جلوس والسيرم، ده حتى غطيان الأزايز موجودة بجميع أشكالها وأحجامها. الشارع ده قصته بدأت من زمان، كان قائم على تجميع الأزايز من كل مكان، ومع مرور الوقت بقى خاص بالعطور. ده بنى المسجد ده من 180 السلحدار. سليمان السلحدار. كان عامل المدفن بتاعه ده. يعني ده مدفن؟ دي مدفن من ورا. يعني ده أثر أصلا؟ مدفن. ايوه. وده كان برضو كانت حاجته، كانت تكية فوق، تكية، وكان هنا كتاب سمى على اسم الجامع. ايوه على اسم. بس العطور بقى اشتغلت فيه بعدين. بس انا اعرف ان هل الشارع ده اصلا اساسه كان تراب؟ لا مش تراب، الازايز المستعمله بيجيبوها، حتى الخمره الازايز تتغسل والكلام من ده. ايوه كان كده بس دي النشأة بتاعته يعني. كان الاول كده. دلوقتي لا، بقى برفانات، عطور. ايوه عطور. اي حد عايز عطور في جمهوريه مصر العربيه اللي هو حامد للعطور. ايوه. انا شفت حاجه كده، اللي هو اول واحد في الجامع الاحمر دخل البرفانات. بعد كده كله مش ورا مني. شارع طويل بدأ بمسجد الجامع الأحمر اللي اتسمى على اسمه، وبمحل واحد لمحلات كتير بقى مملكة العطور وكنز من كنوز بلدنا الكتيرة. زوروا شارع الجامع الأحمر.